عرفت باللي السفر كيحيد عليك غير الصداع برا، ولكن ما كيحيدش داك الصداع اللي كاين في راسك وكيدور عندك انت لداخل. تخيلوا معايا، بعد الطوموبيل ديالي وبعد الفراش كامل، بعد حتى المكانه ديال الوالد، هزيت الفاليزه ديالي ومشيت سافرت بحالي باغي نبدل العتبه ونشم هوا جديد. الواش الرابع دوزتو في دوله المكسيك، عاقل على الليله مزيان، كنت في بيت صغير بزاف، الفرفاره في السقف كدور من فوقي. ديك الليله كتبت واحد العباره في مذكره اللي هي: ما كنهربش من الحياه اللي خايبه وما زويناش، وانما سافرت باش الشعور اللي عندي هنا لداخل. يعني باش نبدل داكشي اللي عندي لداخل كان خاصني ندفع ثمن المسافه، نواجه ضجيج ديال العالم الخارجي باش الضجيج اللي عندي في راسي سكت. وهذا الشيء كان اصعب حاجه كتبتها في حياتي كامله. كان واحد الراجل شارف في واحد المعبد قديم، قال لي: واش كتقلب على شي حاجه؟ قلت ليه: بصح. قال لي: شنو هي؟ بقيت ساكت ما قدرتش نجاوبه صراحه. قال لي بشويه عليه: الناس اللي كيسافروا بزاف كيقلبوا على شي حاجه ما كايناش على برا. زدت في حالاتي ومشيت، ولكن ديك الجمله بقات لاصقه ليا في راسي ديما، وخسرت داك الوهم باللي الحل ديما كاين على برا.